مرحبا بكم. مباراة سوريا وفلسطين أقصات حسابيا المنتخب الوطني التونسي من الدور الأول من كأس العرب، بالرغم اللي فاز 3-0 على قطر. هل انسحابنا من الدور الأول فقط لأنه فلسطين وسوريا عملوا تعادل؟ هذا اللي صار لمنتخبنا، خروج مبكر. وقت اللي كان المنتخب يمني النفس والجامعة كونه باش يمشيو للدور النهائي، وعلاش لا ما نهزوش اللقب العربي هذا. لكن كل شيء تحت في الماء. شنو هي الأسباب؟ شنو اللي صار؟ شنو نجمو نحكيو على انتصار على قطر؟ شو نجمو نحكيو على المدرب سامي طرابلسي والملاعبيه نتاعنا؟ هاد نبداو بالانتصار على منتخب قطر بعد تخبط معناها قبل الماتش بساعتين وثلاثه. باش يلعب 4-2-3-1، باش يلعب 4-3-3، باش يلعب 3-5-2 ولا 5-3-2، وشكون باش يحطوا مريح نلعب ما نلعبش. عصيروا فوضى قبل الماتش وتخبط على مستوى الاختيارات اللي هي الحقيقه مشاكل حط فيها روحه المدرب ديل ديبيو، مع انه زاد خسرنا ملاعبي مهم جدا اللي هو اسماعيل الغربي قبل الماتش هذايا. فينالمون لعب شيماء اللي بالموجود. ما كناش سيئين الحقيقه، معناها الفرص اللي جاونا براتيكمون ماركيناهم. جا البونتو الاول معناها بونتو تعتبر خدمه كانت من بالرمضان ومن علي معلول، ومن بعد بالرمضان ماركا البونتو الثاني كان بالاريتي، والبونتو الثالث معناها نتاع فينيش ماركا محمد بن علي. كي تجي تشوف الماتش هذا نخرج منه بحقيقه اللي منتخبنا التونسي على الاقل افضل من قطر، البلد المنظم. وما اتعس من تونس كان قطر، هذه حقيقه اخرى. والمنتخب التونسي والمنتخب القطري من اضعف المنتخبات الموجوده في كاس العرب. نحكي على مستوى الاداء والروح والفكر، ولو انه ديما نقول منتخبنا افضل شويه من قطر. هذايا من ناحيه. من ناحيه ثانيه اليوم بصراحه معناها سامي طرابلسي يدخل الماتش كالعاده يحب يخرج باخف الاضرار، يهبط معناها لي جوار راسيورون بالنسبه لي واللي يحب يلعب بهم باش ما يخسرش الماتش نتاعو. المركيو بونت ونوخروا التالي وقت اللي احنا نحطوا الكره نتاعنا الا ونعملوا الدونجي ونعملوا الخطر، لانه تونس ماهيش قاعده تمبوزي في اللعب نتاعها، لانه تو سامبلومون ما عندناش فكره، لانه تو سامبلومون ما خدمناش، تو سامبلومون ما عملناش مباريات وديه، ما عملناش حصص تدريبيه اللي نابليكيو فيها. ديجا اونترونور قبل الماتش مش عارف شنو التشكيله اللي باش نلعبها، باش تقول لي اليوم على خطه لعب وكيفاش نلعبوا سيركوي بريفيرونسيال ومنين ندخلوا ومنين نلعبوا. اليوم معناها الحقيقه ثم صنعه نتاع علي معلول، ثم صنعه نتاع بالرمضان اللي ملاعبيه تتفاهم مع بعضها وفهموا هكا ثم فلير بيناتهم. سينو ما فماش حاجه كبيره اليوم معناها. هذاك هو اللي صار، وطحنا بمنتخب زاد ضعيف وكان ما نربحوش قطر معناها على الدنيا سلام. فينالمون اللي نحب نقوله كونه معناها الاختيارات والفكره اللي بدا بها سامي طرابلسي وتشبث بالراي وصحه الراس نتاعو خلاتنا نوصلوا للنتيجه هذه. وقت اللي كنا نجموا نعملوا كاس عرب خير من هكا، وكنا نجموا ماتش فلسطين وماتش سوريا اللي هما اللي ضرونا الماتشات هذوما كنا نجموا نعملوا افضل من هكا. لكن وقت اللي انت تمشي كاس العرب وحقرها وتمشي بسته ملاعبيه وهبطوا يخلطوا البقيه وهتاو يجيو البقيه ويجيوك البقيه، اشتراهم اللي مصاب واشتراهم اللي مع النادي نتاعو واشتراهم اللي جاك نهار الماتش. شنو هي النتيجه اللي تحب عليها؟ مع انت مدرب الحقيقه محدود الامكانيات. وراه نحب نقول ثم فرق بين تلعب ماتش تاع كاليفيكاسيون وبين تلعب تورنوا هنا توريك الصنعه نتاع المدرب في جيستيون تاع ليفيكتيف. انا ليكيب اللي باش يلعب بها شكون الملاعب البرنامج نتاعو، وهذه مشكلتنا احنا كالمنتخب الوطني التونسي. وقت اللي نمشيو كاس عرب ولا نمشيو لكاس افريقيا ولا نمشيو كاس عالم، يلزم لونترونور اللي يكون معناها هو اللي ماخو معناها نقولوا الامور الفنيه، يلزم يكون ان بون جيستيونير على مستوى ليفيكتيف، يبدا عنده فكره. احنا ما عندنا حتى فكره. هو مرة نلعبوا 3-5-2، هو مرة نلعبوا 4-3-3، مرة نلعبوا 4-2-3-1، كل مرة نلعبوا بخطة الحذر يززي. بالحق معناها راي لخبطة وفوضى واختيارات معناها عشوائية وحسابات ونحسبوا، وفلان ما يجيش على خاطر ما صححش مع جمعيته، وفلان ما عيطلوش على خاطر هو من با يعرف وما تفرجش فيه، وملاعبيه ظلمت قبل كاس العرب هذيا، وناس معناها الحقيقه ظلمت. معناها نحكي على برشا ملاعبيه ظلموا، معناها كنت نجم يكونوا يعملوا عليهم يكونوا موجودين ما لعبتهمش. اليوم حتى باش تفهم اللي المدرب متناقض. الشهر التالي مشى المنتخب اقل من 17 عام يحكي معاهم يقول لهم معناها رانا نخموا فيكم وماذا بيا معناها رانا تكونوا موجودين معنا في ليكيب سينيور، وانا ما عنديش عقده نتاع ملاعبي صغير ما نلعبوش. ياك متناقض انت دا عندك ريان عنان بضغط باش هبطوا 20 سنه، وعندك الدنداني هاو فات التورنوا هذايا وروحنا ومن بعد فل تعب دقيقه. وكان عندك في تروا ماتش اميكو ضد موريتانيا وضد الاردن ضد البرازيل في فرنسا ما لعب ولا دقيقه. 6 ماتشات ما عندوش بلاصه. اليوم حتى التغييرات نتاعك خايف. عمل تغيير
خرج له سيف الجزيري معناها من بعد لانه متمنين على النتيجه بلوزوموان 2-0، وانا ما حشيش بها الكاليفيكاسيون، راه ما عادش حشتي بها الكاليفيكاسيون، بزيد نكملوا نعملوا الفضح. اش عمل له؟ كامل خرج معناها عمل شونجمون انه دخل عمر العيوني معناها اللاعب الملغز هذا الحقيقه اللي معناها ما يرتقيش انه يكون ملاعبي بتاع منتخب وطني، تضرب له مرياح تغيير اضطراري، دخل بن حميده وقت اللي انت عندك الصحراوي كان نجم يكون في اللاكس معناها، ومن بعد يا خويا دخل الدنداني، دخل يا خويا يكمل سي بون معناها سي كيما نقول واحد طرف الصرف اللي قعد له يصدقهم ولا يهبطهم ولا يعمل، يكمل هبط الدنداني وهبط لي جوار وكهو سي بون وفات معناها سي مروحين الناس الكل يا اخي، سوريا وفلسطين مش يسيبوا لك ولا تستنى كادو من عند سوريا، ما فماش خويا مروحين، احنا ما حشناش بها الكاليفيكاسيون، وري حسن نيتك، وري اللي انت عندك فكره، خاطر انت ما عندكش فكره تو سامبلومون. حتى الدنداني باش تلعب 2 3 مينوت حتى بور لو مورال تاع الملاعبي ما لعبتوش، الشونجمون الاخراني حضر في الصحراوي باش تدخل، باش سي كوا سا اش تحب تعمل يا سامي طرابلسي؟ اليوم انا اللي نحب نقول راهو اللي صار هذا الكل راهو معناها سورتو من ماتش فلسطين، هما ثلاثه زوز ماتشات، هذا ماتش هذا نتاع قطر ما نحسبوش لانه معناها كان نربحوش قطر معناها على الدنيا السلام، الفريق الاضعف في المجموعه راهو كان جاي نقول. اليوم اللي عملوا سامي طرابلسي والاطار الفني اللي معاه راهو مهزله وفضيحه على مستوى الاختيارات، على مستوى الملاعبيه اللي جايبينهم، على مستوى التحضيرات. هنا معناها نلعبوا بشعب كامل، ببلاد كامله، بملاعبيه، بمستقبل معناها بمشاركه ضعيفه وهزيله واداء ضعيف. اي سامحني راك ماشي من بعد تورنوا اصعب اللي هي كاس افريقيا. صحيح تقول لي راه باش يجيني طالبي وباش يجيني علي العابدي وباش يجيني سخيري وباش يجيني المستوري وباش يجيني لي جوار اللي انت معامل عليهم وحنا بعض، اما مش مضمون لانك انت ما تعرفش تتصرف في المجموعه، لانك انت ما عندكش فكره. انت كان جالي ديك اليوم راك لبست جهاد الجزيري هبطت، وراك لعبت البلبولي ولعبت الدو ولعبت وسيم معلة ولعبتهم الكل هبطهم يكوروا، اعطيك بركه انت معناها ليماج نتاعك معناها مقرداها، لانك انت معناها حبيت ترجع لقطر بجبه المدرب اللي هو معناها رجع المنتخب بلاده، والمدرب الذي اهل منتخب بلاده اللي راهو ما اهلتوش انت، راهو فما جلال القادري وفما زاد منتصر لوحيش يشارك في الكاليفيكاسيون، وانت معناها اللي ربحت البرازيل راهو حتى جلال القادري ربح فرنسا، ومشيت معناها وتحب معناها كما قال سمير السليمي وشاطر في الكلام اللي انت حبيت معناها تسوق نفسك على حساب المنتخب الوطني، وهذا باين لانك انت كان جات عندك نيه باش تبني وعندك نيه نتاع بروجي ونيه نتاع مدرب اللي هو يخمم في المجموعه الحاليه والمجموعه اللي نجم يعاول عليها، راك لعبت الدنداني ولعبت لي جون، واورزمون خليل عياري ما جاش، اورزمون بور لوي الملاعبي ربي يعرف شو يعمل. بالحق انا نقول راي معناها المشاركه ذي وصمه عار، المشاركه ذي ضرت المنتخب الوطني التونسي، ضرت ليماج نتاعنا. الكاس العرب هذه راي تدخل في الكلاسمون فيفا معناها خسرنا ضد منتخبات اقل منا، وهذا بطبيعه يقلل من شان تونس اللي قاعدين نرجعوا بالسياسه. اليوم انا بصراحه معناها اليوم ما تنجمش تقول لي راهو ماهيش في عقد الاهداف نتاعي، نكذبوا على بعضنا، راهو موجوده الكوباراب اللي هي في عقد الاهداف، كان جات مش في العقد الاهداف نتاعك ما ترانيش ما تخدمهاش خلي غيرك يخدمها. الكاس العرب وركز لي في كاس افريقيا، ماكش خير من راجراجي ولا خير من بيتكوفيتش ولا خير من المدربين اللي موجودين تو ماشيين لكاس افريقيا. بصراحه انا اليوم اللي نقولوا منتخب مشى لكاس العرب اللي خرجنا بيها بار مليار في كاس الجامعه اللي ممكن مستحقاه، اما راهو ضرينا رواحنا ومسينا ملاعبيتنا، والمنتخب ليماج نتاعو تمست، وراو معناها المشاركه هذه ضرتنا اكثر من نفعتنا. الحاجه الوحيده اللي انا فرحت لها كونه عندنا الوقت باش نكمل نحضروا كاس افريقيا، وخرجنا من الستريس وخرجنا من الضغط اللي عملوا كاس العرب هذا ومن الفوضى اللي عملها المدرب اللي يحب يمشي معناها اكثر ما يمكن في كاس العرب باش يقعدوا له كيلكو جور باش يقبل كاس افريقيا. لا يا خويا راه ما يصيرش في حتى بلاد وحتى عالم، ويظهر لي انا شخصيا من اول الناس اللي عرضت الفكره هذيا كونه هو يكون نفس المدرب في كاس العرب ونفس المدرب في كاس افريقيا. ما تنجمش تحضر دوز اشيونس في نفس الوقت هذا، معناها ضحك على الذقون هذا، معناها مالوريزمون دايرين بيك برشا ناس معناها تنافق فيك وتعطي فيك في افكار غالطه، وهذا راهو غلط وما يجيش. راهو لازم نحترموا ليماج نتاع بلادنا. ممكن راي تونس ضرابه اهم من ايماج تاعك انت كمدرب تسوق لنفسك وبقيت الاطار الفني اللي معاك. اليوم الجامعه ما نعرفوش شنو موقفها باش تقيم المشاركه هذه والا لا، لانه اللي نقولوا وقيدوه كلامي هذايا راهو كاس افريقيا ماكش تلقاو حاجه كبيره، لانه المدرب بين الفشل نتاعو في سوء التصرف في المجموعه،
والمدرب كي ما عادش يتصرف في المجموعه وما عندوش افكار وما عندوش تسلسل نتاع افكار كيما الجزيري، انت ماهوش كانش في الحسابات نتاعك، عيط له هاك لعبته كل ما كل بريسك كل ماتش قاعد يهبط، ما عندكش تسلسل نتاع افكار. وهذا هو المخطر والخطير. ان شاء الله جاي افضل منتخب، ونستناو الايامات الجايه شنو باش تعطي وشنو باش نعرفوا وشنو هي الحاجه اللي باش توفر للمنتخب الوطني. يسكو معناها تثبيت الاطار الفني هذا معناها وبعث الثقه فيه وهو يراجع على نفسه ويراجع حساباته، والا فما معطيات اخرى ما نعرفوهاش يمكن نعرفوها في الايامات الجايه.